عطروش محمد من دوار ولاد مومن جماعة العامرية إقليم سيدي بنور. هاد الخير تبارك الله اللي شناه ما عمر شناه مدة واحد تقريبا 10 سنين ولا 12 سنة ما بقاناش شناه الخير تبارك الله. ما قلت لك يعني ولدي عنده 11 سنة كيبغى شي ما عمري شفتو وفعلا هادشي ما عمرنا شفنا مدة واحد السنوات كثيرة والحمد لله. هذا الشيء هذا عنده واحد المنافع زوينه ان شاء الله، عنده واحد المنفعه زوينه ان شاء الله من القدام رغم هذا الشيء، رغم الناس تغير. ولكن الفلاحه ما كنقولوش الفلاحه لا ضرات بزاف ولا ضرات الناس اللي هزها الماء في الديور ديالها، هذاك عندهم اضرار ان الناس عندها ماشيه عندها بقيات عندها دجيجات عندها هادشي كيكرهوا شويه. ولكن هادشي غيكون عنده ان شاء الله واحد الخير ان شاء الله، واحد اليومين 3 ايام غيبقى هذا الشيء هذا وغادي يكون عنده ان شاء الله واحد الخير زوين ان شاء الله من القدام ان شاء الله. بالنسبه للمياه الجوفيه هذا الماء هذا واش كيستخدموه ولا كيضيع؟ لا كيضيع هذا الماء، ربما كيضيع هذا اللي كيستغلوه في السدود، اما هذا كله كيضيع، هذا ما غاديش يبقى هنا، هذا كله غادي يضيع. هذا فين غيستغلوه؟ لا كانوا يستغلوه لا كيبقى خاصو يبقى بحال مثلا نقولوا حنا الواد اللي عندنا حنا هذا خاوي، الواد المربيع خاوي، خاصهم بحال هذا الماء هذا خاصو يمشي ليه يبقى فيه ثم مكانيات. هذا هو اللي غنستغلوه في واحد الصيد، لان هادشي غنلحقوا عليه من هنا لقدام. راه تقطعك الشتا دابا غير واحد 10 تاع الايام شنو هي غتولي في الماء. نرجعوا لهذا الشيء هذا، هادشي ما خاصوش يضيع وما خاصو يمشي الناس يكرفسها، خاصو تكون المسؤولين خاصهم يكونوا هادشي خاصهم يعرفوه. رغم هادشي ما عارفينش هما هذا المسؤولين نهضروا في الصراحه هادشي ما عارفينش هما هادشي متوقعينوش انه هذا الماء هذا مانوش يكون بحال كان بحال نساو تعوضنا على الجفاف ولا ما عرفت هادشي تعوضنا على الجفاف. المنطقه باش معروفه بالفلاحه؟ معروفه بالعنب وبطاطا شنو وقيت؟ والزرعه شويه مره الناس كدير الشعيره كدير قلت لك شي زرع ماشي شي ما يفهمش للناس، ولكن اللي معروف هذيك الكواليس هذه معروف كنعرفوا العنب اللي كضر بزاف، لان العنب الدكالي اللي ما كيعقلوش لي جدود ديالنا حنا اللي كيقولوا تراث، انا هما الصياعيه يونسكو وسط عليه جلاله الملك نصره الله وسط عليه العنب. وراه دابا راه كرم الى شتي دابا العنب راه كرم بزاف، خاصة النعناش لانه ما بقاتش الماء هذا والمياه الجوفيه ديال الابار حتى هي الابار نشفات هي اللي ضرات شويه العنب عندنا بزاف ديال الدكوان. الساكنه هما اللي كيقوموا بحجز ديال المياه. الجامعات هادشي ما متعاونينش على هذا الشيء هذا، راه ماشي غادي نقولوا الجامعات ديال دابا الجامعه ربما عندها بلايص اخرى حتى هي ربما حتى هي كنقعد فيها، ربما حتى هي هذا الشيء هذا الماء كثير، انه الماء كثير واخا تكون عندك الجامعه بصراحه واخا تكون الجامعه عندها الدوزه يعني راه الماء كثير جاي الماء قوي. باش غدير الجامعه اش خاصها دير؟ خاصها تدبر الماء فين يمشي قبل، دير ليه يعني الحلول قبل ونتعوضوا على هذا الشيء هذا. راه قد ما طال الزمن لابد ما غيوقع هذا الشيء هذا كيكون غيكون الفيضان ولا بدا والفيضان راه هذا ميساج بصح ميساج للجامعات المسؤولين الاخرين يعني في بلدان اخرى، لا بد الشيء غيوقع في اي بلاد. خاصهم يديروا الحيطه الا ما صبت هذا العام تصب العام الجاي، ما صبت العام الجاي تصب عام لا بد غتصب الشتاء. قد ما حنا انا شفت الناس مع مده الجفاف بنات في الضياء، مع مده ديال الجفاف بنات في الضياء. دابا عاد غتلحق هذيك غير جا واحد السر غدوز فيه. خاص تعرف يعني الناس خاصها تدبر كيفاش كيدبروا هما كيقولوا كما كتدبروا ديك الناس اللي عاقلين يعرفوا فين يبنيو يعرفوا فين يحرثوا يعرفوا فين يخدموا يعرفوا يديروا في كل شيء اي حاجه خاصهم يعرف ما ديرها تعرف الوزن ديالك كاين. ابار فيهم الماء كيقول لي تزاد الماء في الابار، كيقولوا تزاد الماء في الابار، كانت الابار كانت نشفت بزاف الناس ما بقاش عليهم الماء. لا ما تخش عليه الماء، لا ما كيدخل عليه الماء ما كانت باش عندنا شتا بزاف هنا. فاش غادي هذا الماء ماشي ديالنا هنا معنا، راه جاي ربما غيكون واحد 50 كيلومتر 60 باش يجي هذا الماء هذا باش جاي. اما عندنا حنا ما صابش الماء ديال باش يتهز لنا الماء ولا الشتا ديال عندنا يعني الترتيب زوين الصراحه، تصب في الليل وتسحب النهار. ما مسدودينش؟ لا ما مسدودينش طرقه، لا طرقه كلهم محدودين. حنا جايين دابا ضاربين طرقه كلهم مزيانين. ولكن هذه كنشوف فيها الا هذه جات على بغته هذه نهضروا على بغته. علاش؟ لان واحد القنطره دايرينها من داكشي صغيره ما غدوش هذه الكميه ديال هذا الماء هذا. القنطره ماشي قد الواد اللي يجيب الماء هذه. واش اول مره يجريها الماء ولا ديجا كان كيجي الماء وما كتوصلش هذا الشيء هذا الشيء بحال كان هي كان كيجي الماء على القديم من عقلنا واللي ما عمر شي انا شفتو هادشي يعني ماشيش بهذه الكميه. هذه كميه قويه يعني راحت الشتا في شي قنت الجبل الخضر وشوف فين صب الشتا قويه بزاف. علاش وصل هذا الشيء هذا وجا الماء سريع. ديما بحال هكا كاين كربيس ورا بالغ عندي انا عاد البير دوكا يضرب على البير ديما بحال هكا
يعني فين ما كطيح الشتا كتكرفس. كتكرفس الوقت كاين ما طيح الشتا كتكرفس شنو الامور. السبب اللي كيخلي ان ما يوصل؟ خاص الوادي تنكس. الواد دركا ما كافيش الماء. ما هو راه واحد الوقت انا على عقولي قلت هذا جاي يضرب واحد 2 متر الصاق لها تجي ما واش هنايا ولا صاق لها تجي واحد العدد كثير. ودركا راه ما كاين باس دركا راه كي والو. شبعتوا ما بعدا الله الخير. فلاحه كي دايره؟ فلاحه شويه الله يجعل البركه. اول ما كتشوفوا هذا الشيء بحال هكا وداك الخير. واحد 7 سنين هذه ولا اكثر. البهيمات شبعانين والنعاش وشويه وصافي. المشرة دركا المشرة تبن علف. كاين شي طرقان محبوسين؟ لا هنا ما كاينش. هنا ما كاينش كاين هاد شويه من هنا راه مدوس. هاد الماء اللي كتشوفوا دابا غادي يضيع وكان يمشي السدود ويمشي. ايوا ما عاد فين يمشي دركا راه غادي مع الواد الفارغ وغادي المربيع وغادي للبحر. ها؟ ضايع. لا كاين عند واحد السد في الرحامنه. فهم المشكل راه كاين واحد السد في الرحامنه كون كان تجي ديك الدفعه ديال الرحامنه ما تبقاش حاجه هنا غير ديري لي جعبات من التحت جاي كيتنفس بشويه بشويه. ضعيف ديري لي سد وراه واحد الوقت راه كان واحد الوقت دركا راه ديري لي داك السد جايه ضعيفه القضيه ضعيفه. ما كون الدفعه راه حسب بحال هاسفي ولي. الله يحفظك.